السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض بقى في الروتينات بتاعتنا عشان نخلص الشقة، فيلا بينا. الروتين بتاعنا اول حاجة انا شغلت كده على دورة غسيل وهنشرها معاكم. ده كانت مهامي اليومية قبل الروتين اللي انا هعمله النهاردة او الترتيب اللي انا هعمله. كنت مرتبة ان انا هعمل في اليوم ده الصلاة كلها، بس يعني حصل معايا دروب كده قدر الله ما شاء فعل، فما عرفتش اعمل الروتين كله. عملت جزء منه وكملت تاني يوم او بكمل فيه تاني يوم اللي هو النهاردة. فيلا بينا نشوف الروتين بتاعنا هنبداه ايه. اليوم ده كنت انا قايله ان انا هخلص المهام اليوميه بتاعتي، وان انا هعمل الصاله كلها، الجزء اللي بره والجزء اللي هو بتاع الانتريه، وهغسل فرش الانتريه وهلمع الشاسيه بتاع الانتريهات وهخلص الصاله كلها وهجر وهمسح. بس بصراحه لما حصل معايا الدروب ده فما قدرتش ان انا حتى ما كنتش هعمل حاجه وما كنتش هصور، بس استعنت بالله كده وتوكلت على الله وعملت الجزء اللي هو اللي في الصاله من بره ده زي ما انتوا شايفين. المفروض ان انا كنت هخلص الصلاة كلها، بس النهاردة ما عملتش حاجة غير الجزء ده. فكيته برضو وغسلته ونضفت الجزامة وشلت وجريت وغسلت وعملت كل حاجة. اليوم ده عملت بس الجزء ده، وبرضو لمعت النيش، غسلت مروح العمود والمروحة اللي كانت في الصالة من جوه غسلتها. ده كان الروتين بتاعي او كان ده اليوم بتاعي. زي ما انا قلت لكم كنت ناويه باذن الله ان انا كنت هعمل الصاله كلها، بس ما عملتش الصاله. هبدا بقى ان انا اشيل الفرش كده اللي على الارض علشان طبعا هنجر وهنمسح. طبعا لازم نجر مادام روتين عميق وكده هجر، وانا اصلا بجر على طول وبنضف على طول. بس برضو الروتين العميق ده بيكون في حاجه تانية شويه. هبدأ بقى زي ما انتوا شايفين كده ان انا افك بقى المخدات وافك الحاجات دي كلها علشان هغسلها. برضو شغلت الغسالة اللي هي النص ام حدين عشان تنجز معايا في الغسيل ونخلص الغسيل كله. فبدأنا كده، طبعا ولادي قالوا هنساعدك يا ماما ان احنا هنفك معاكي الحاجة اللي انت هتغسليها دي. فبدأنا كده كل واحد يمسك حاجة عشان فعلا كنت هوقف، ما كنتش هعمل اي حاجة. وما كنتش هكمل الروتين او ما كنتش هصور. بس زي ما انا قلت لكم حتى بدأته متأخر جدا وعملت الاكل كمان متأخر. فبالتالي يعني قلت حاجة جنب حاجة، ان انا اقدر ان انا اخلص واقدر ان انا انجز كل حاجه. بدأنا كده بقى ان احنا نفك كل حاجة كده ونفتح السوست، وطبعا بقفلها تاني عشان هرجع ان انا انشرها، اغسلها ونركبها. انا بحب الحاجات دي اغسلها وبنشفها وبركبها وهي ريحة المسحوق فيها بتبقى مندية كده، بتعمل ريحة حلوة جدا يا بنات. وفعلا ريحة النظافة ريحة حلوة، يعني تحس ان الدنيا كلها رايقة حواليك. انا لما بنجز حاجة وبعمل حاجة وطبعا مش هرتاح الا لما اقول لكم انا خلصت شقتي وفرشت وكل حاجة في مكانها وكل حاجة تمام. طبعا احنا كل يوم دربكة وكل يوم ترويق وكل يوم تنفيض وطبيخ ومطبخ، بس سبحان الله يعني احنا لازم نعمل كده. اللي هي الروتينات دي على طول كده. اه تحس كل وقت بيبقى له روتين، يعني روتين بداية المدارس، روتين الشتاء، فده روتين الشتاء مع روتين بداية المدارس. فهو مهما عملنا كل يوم بيجيلك وقت كده تحس ان الدنيا كلها عايزة تتقلب والدنيا كلها عايزة تتروق من حواليك. بدأنا كده بقى ان احنا نشيل اي تراب ولا اي حاجة على الكنب كده بالمقشة. وهشيل بقى كل الغسيل ده هروح اغسله. وبرده هننضف الجزامة دي، واللي هنستغنى عنه هنستغنى، مش هنسيبها مكركبة ومليانة حاجات كده على الفاضي. اللي ما عادش بيتلبس او اللي باظ او اللي احنا مش محتاجينه خلاص هنشيله. وهنلمع بقى وهننضف وهنخلي الحتة دي زي الفل. فعلا انا عملتها وخلصتها متأخر، بس الى حد ما يعني نفسيتي رضيت شوية ان انا كنت اليوم ده عايزة اعمل حاجة وهتتأجل. فما كنتش يعني كنت هتضايق، فقلت لا هقوم ان انا هخلص اللي ورايا ونعمل اي حاجة كده مع بعض على السريع ومش هتاخد مننا وقت. في الوقت اللي احنا هنطبخ فيه هنكون خلصنا الجزء ده. وطبعا ولادي ساعدوني فايد على ايد بتساعد. ففعلا خلصنا على طول الجزء ده ونضفنا، وزمان قلت لكم هنرجع بقى نلمع ده كله تاني ونحط كل حاجة مكانها. فيلا استعيني بالله، لو انت لسه برضو ما عملتيش حاجة قومي كده تشجعي وان شاء الله كل حاجة هتخلص بأمر الله. بدأت بقى ان انا اجيب فوطة مبلولة كده وبدأت ان انا المع الجزامه كده زي ما انتوا شايفين عشان هنرجع نرص فيها احتياجاتنا. وخفيتها خالص. وبرده خدت كل الكوتشيات وانا بغسل كده، مادام مشغله الغساله النص قلت بالمره مادام نخلص فرش الانتريه هو بس اللي كان عندي، وغسلت برده الستاره. قلت اخد كل الكوتشيات بقى بمناسبه دخول المدارس وان الشغل بقى في المدارس وكده هيبقى كتير. فقمت جايه
قلت نغسل بقى ايه اللي هو كل الكوتشيات وكل الحاجة بالمرة اللي احنا عايزينها. بدأنا كده بقى نجر، وحطيت مية وحطيت ديتول، وبدأت بقى ان انا امسح. مسحت الاول وجريت، وبعد كده هنلمع الكنب علشان بحيث ان اي تراب او اي حاجة تحت الكنب لما نيجي نلمعه ما تجيش عليه تاني. فبدأت ان انا اجر وامسح، وطبعا نضفت باب الشقة ومسحته وعملت كل حاجة. لمعنا الجزامة وظبطنا كل حاجة، وهنرجع كل حاجة ايه مكانها تاني. لما نمسح كده وننشف، طبعا ريحة الكلور بتدي ريحة نظافة ومنها تطهير برضو مع الديتول. فانا بحب قوي لما اجي امسح تحت حاجه او كده، بحب ان انا اضيف الكلور في المسح، فعلا بيديني ريحه نظافه، وتحس ان الدنيا رايقه كده حواليكي ومفيش مثلا اي ميكروبات اي حاجه، لا هو بيعقم اي حاجه. فبدات ان انا بقى امسح كده، وهبدا ان انا انشف، وبعدين هنرجع برضو ايه الكنبه مكانها. وبعد كده بقى هجيب ميه نظيفه بفوطه نظيفه، وهحط فيها كيس اوكسجيل. طبعا الاكسجيل ريحته حلوه جدا وبينضف. وبدانا ان احنا ايه نغسل الكنب كده زي ما انتوا شايفين. فكينا بقى كل حاجة، وطبعا غسلناها ورجعتها تاني اهي. هلبسها بس مش هحطها على الكنب، يعني هلبس الشلت وهلبس المخدات، بس هسيبهم كده يتهووا لحد بكرة الصبح. وهنرجع برضو نعمل روتين تاني ان شاء الله، انا بدأت فيه هصوره لكم برضو، بصور فيه وهنزله بإذن الله. بدأنا كده برضو ان احنا خلاص لمعنا الكنب زي ما انا قلت لكم. ريحه الكنب حلوه جدا مع ريحه الكسوه لما غسلناها. ده كله كده اتغسل، وغسلت الستاره وخلصت كل حاجه. وزي ما انا قلت لكم هسيب بقى كل حاجه تنشف كده لحد الصبح. مسكت المروحه دي غسلتها، مسكت النيش كله من بره لمعته تلميعه كويسه، وجرينا ومسحنا الجزء ده. رغم ان انا فعلا كنت هوقف الروتين، بس استعنت بالله وعملت جزء من الروتين وكملته تاني يوم. خلصنا الجزء ده وكل حاجه اتغسلت زي ما انتوا شايفين. الجزء اللي جوه بقى هعمله تاني يوم في روتين جديد في يوم جديد. خلصنا كده الروتين بتاعنا يعتبر، وهقفل بقى النور، وهسيب بقى كل حاجة تنشف لحد بكرة. وهنكمل روتيننا بكرة، وهنشوف ورانا ايه بكرة. لو انت معايا لحد هنا والفيديوهات بتاعتي بتعجبك او بشجعك لحاجة، ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك في القناة وكومنت تعليق وكومنت حلو منك كده زي العسل، هيشجع اختك ان هي تنزل لكم ان شاء الله فيديوهات كتير. خلصنا بقى الجزء اللي احنا كنا عايزين نعمله، او اللي احنا قدرنا نعمله في وسط الدربكه اللي احنا كنا فيها او الدروب اللي حصل معانا. هطفي بقى النور ويلا بقى بينا نشوف الغدا. طبعا لازم يوميا يبقى في غدا ولازم نعمل اكل. فهخش بقى دلوقتي على المطبخ هشوف هعمل ايه في الاكل اللي احنا هنعمله النهارده. خلصنا الجزء ده خلاص وبقى تمام وزي الفل، فيلا بقى بينا على المطبخ نعمل الاكل. هنعمل اكل ايه بقى النهارده؟ بصراحه كنت حيرانه طول اليوم ما كنتش عارفه اعمل ايه. فكان عندي كيس لحمه كده مفرومه، عصقته وقلنا نعمل كده صينيه رقاق سهله وبسيطه، او صينيه جلاش. كانت جلاش لفه جلاش كانت عندي في الفريزر. وقطعت بطاطس مكعبات وعملت الصلصه. وقلنا نعمل بطاطس مكعبات في صلصة كده، ونعمل كمان جنبها صينية الجلاش، ونعمل شوية رز بالشعرية. يعني حبيت ان انا انجز في الوقت او ما اخدش وقت في الاكل، بالنسبة ان انا اصلا ما كنتش قادرة ان انا اعمل حاجة. بس طبعا احنا امهات ولازم نقف ولازم نعمل كل حاجة في بيتنا، ولازم ما نقصرش. فبدأت كده زي ما انتم شايفين، جبت الصينية بقى هنرص الصينية بتاعة الرقاق. حطيت كده سمنه في الارضيه، وهبدا ان انا ارص الصينيه واحط الحشو بتاعي. وكان عندي كده شوربه هي اللي المفروض تحط لها شويه لبن، بس انا ما كانش متوفر عندي لبن. فوالله حطيت لها شوربه، وهتشوفوها طالعه معانا طريه جدا وكان طعمها حلو جدا. يعني انا ما بحبش اوقف نفسي على حاجه او اعطل نفسي على حاجه. مثلا هقدر ان انا اعمل حاجه وهتبقى كويسه، بصراحه بعملها وبمشي الدنيا. كان عندي شويه شوربه لحمه كده زي ما انا قلت لكم، عملت بيها صينيه الرقاق، وكانت حلوه الجلاش وكانت حلوه والله، ما كانش فيها اي حاجه. يمشي بيتك على قد اللي موجود وعلى قد الامكانيات، ما تصعبهاش على نفسك من الاخر يعني. ما تصعبش الدنيا على نفسك. هي لو حتى لو الدنيا غالية وماشية معانا الحمد لله، بس الحمد لله والرضا بكل حاجة والله العظيم بتعدي وبتبقى زي الفل وزي العسل. فانت ما تأيديش نفسك بحاجة، او ما تحاوليش ان انت يعني خلاص هي عايزة لبن يبقى لازم لبن، مفيش لبن يبقى مش هعملها. لا بالعكس والله، اعملي الحاجة بحب وبرضا وبطيب خاطر وبنفس راضية عن اللي انت بتعمليه، مادام بتعمليه لبيتك وولادك. هتبقى حاجة حلوة ومش هتاخد معاكي وقت وهتبقى طعمها حلو. فعلا انا عن نفسي بقول ان الحاجة اللي بتتعمل بحب فعلا بتوصل للقلب بحب، بيبقى ليها طعم. اصل انت واقفة مثلا بتتعبي لولادك وبيتك، فكل حاجة هتبقى حلوة. خلاص كملتها حشو وحطيت الطبقة التانية، وبدأت بقى ان انا اقطعها. وزي ما انا قلت لكم والله سقيتها شوربه، بس كان عندي حته سمنه بلدي، عندي حته سمنه بلدي كده، حطيتها على الوش فادت طعم.
بدل اللبن يعني، فقلت تبقى غنية شوية نحط لها سمنة بلدي. قطعتها بقى وظبطتها وكنت مشغلة الفرن. هبدأ ان انا اسقيها الشوربة بتاعتي، وبعد كده نحط لها حتة السمنة البلدي اهي على الوش وندخلها الفرن. لما تستوي هكون سقطت البطاطس عشان انا كنت مخدعة. هحط البطاطس تستوي، وبعد كده هنعمل شوية الرز بالشعرية. والحمد لله. شايفين صينية الرقاق الجلاش طالعة عاملة ازاي؟ جميلة، مقرمشة من بره ومن جوه، وكانت طرية من جوه، مقرمشة من فوق ومن تحت، وكانت طرية من جوه، وكان طعمها جميل. بسم الله ما شاء الله، كانت حلوة قوي وطريقتها سهلة وبسيطة، ما خدتش مني اي وقت، عملت اللي انا قدرت عليه. وده كان روتيني معاكم النهارده. انتظروا بقى روتين بكره ان شاء الله. بقى لي كام يوم بنزل معاكم روتينات في الشقه، هلكانه والله وتعبانه، بس ربنا يعيننا كلنا ويعين على بيوتنا وعلى اولادنا باذن الله، ويجعل يا رب السنة دي سنة خير وسعادة عليهم في المدرسة. قطعتنا صينية الجلاش، وبقيت ان انا احضر بقى الاكل. عملت كده رز بالشعرية، وعملت البطاطس المكعبات اهي بألف هنا. كانت ريحتها جميلة وطعمها حلو، اكلة كده سهلة وسريعة وسط اللي انا كنت فيه. وطبعا معنا روتين، معنا دربكة، فحاولي تختصري في الاكل على قد ما تقدري. برضو نزلت لكم كام فكرة اكل في الفيديوهات اللي فاتت، لو انت عندك روتين او لو انت عايزه تعملي اكل وما انتش عارفه تعملي في ايه. في الروتين برضو في غدا حلو، في كل روتين انا نزلته هينفعك باذن الله. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان القناه تكبر بيكم. هتوحشوني جدا جدا جدا. لحد الفيديو اللي جاي اترككم في رعايه الله وامنه. مع السلامه، باي باي.